يا صباح الخير والهنا والسعادة على أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة في طشة سالم هنعمل ورقة سجق، وصفة سهلة وبسيطة ومنجزة، وهنعملها أحسن من أي مطعم. ويلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. معانا نص كيلو من السجق البلدي، معانا شرايح من البطاطس تكون بالسمك ده علشان ما تاخدش وقت معانا في التسوية، والخضار بتاعنا معانا فلفل أحمر وأصفر وأخضر وبصل وطماطم وفصين توم يكونوا متقطعين كلهم شرايح رفيعة بالشكل ده. البهارات بتاعتنا معانا معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، معلقة كزبرة، معلقة 7 بهارات، معلقة بابريكا، ورق لورا، و3 فصوص حبهان. يلا بينا نبدأ نعمل وصفتنا مع بعض. وفي البولة بتاعتنا اللي فيها البطاطس هنبدأ ننزل بكل الخضار اللي معانا، وبعدين هننزل بالتوابل بتاعتنا كلها، وهننزل بعد كده بالسجق بتاعنا، واخر حاجه هننزل عليهم بمعلقه من السمنه او الزبده او الزيت اللي متاح عندنا، وهنبدا نميكس كل ده مع بعض. كده مكسنا التوابل مع الخضار مع السجق، وبعد كده هنبدا نجهز الورقه بتاعتنا. هنجيب ورقتين فويل، واحده بالطول واحده بالعرض، وننزل فوقيهم دي ورقه زبده، وهننزل بالخضار والسجق بتاعنا، ونزلنا بالخضار والسجق بتاعنا هنبدأ نقفل عليه كويس جدا. قفلنا الورقة بتاعتنا كويس جدا. هنجيب الصينية اللي هندخلها الفرن ونحط فيها الورقة بتاعتنا، ونحطها في الرف اللي في النص لمدة ساعة إلا ربع على درجة حرارة 200، وأول ما تطلع هنوريها لحضراتكم. وادي ورقة السجق بتاعنا بعد ما طلعت من الفرن، قعدت تقريبا ساعة. يلا نفتحها مع بعض ونشوف ايه الحكاية. بسم الله ما شاء الله، الريحة اللي طالعة لوحدها تموت من الجوع. هستناكم تجربوها وتقولي لي رأيكم في الكومنتات، واللي عجبه الوصفة يعمل لي لايك وشير وكومنت جميل جدا يدعمني بيه، والسلام. Free audio post production by alphonic.com